ببساطة طلبة كتير وناس كتير طلبة مني كلمة بيزنس موديل، ويعني ايه اصلا بيزنس موديل. البيزنس موديل ده اللي هو لازم يكون عندك بروتوتايب كده، هي الخطة او الطريقة اللي بتستخدمها عشان تكسب منها فلوس من الشغل بتاعك. يعني بتعتمد على ايه عشان تجيلك فلوس، او الربح بتاعك بيجي منين. نفهم البيزنس موديل زي الخريطة اللي بتستخدمها عشان يوصل لهدفك في الشغل، بس بطريقة مبسطة. هديك مثال عشان نوضح اكتر. لو في مطعم بيعمل ديليفري، الطلبات بتاعته البيزنس موديل بتاعه بيكون شكله عامل ازاي؟ نمرة 1 المنتج بتاعه اللي هو الاكل اللي بيقدمه. نمرة 2 السوق المستهدف، الناس اللي بتحب تاكل من بره بيوتها، ده اكيد. طب القنوات اللي نقدر نوصل لها، طرق التوصيل زي تطبيقات مثلا عندي طلبات، او التطبيق الخاص بي انا، التوصيل بتاعي انا، الدليفري بتاعي. طب التكاليف، تكلفة المواد اللي بتعمل بيها الاجول الاكل، واجور العمالة وتكلفة التوصيل. طب الايرادات بتجيلك منين؟ من سعر الطلبات اللي حضرتك بتبيعها. طب القيمة المضافة هي الخدمة اللي بيقدمها العملاء، زي السرعة في التوصيل وجودة الطعام. طب أمثلة على أشهر البيزنس موديل مثلا اللي موجودة في حياتنا، إيه أشهرهم على الإطلاق؟ هتلاقي في بيزنس موديل اسمه إي كوميرس اللي هو التجارة الإلكترونية، زي أمازون وعلي بابا وسوق دوت كوم سابقا قبل ما يشتري أمازون. طب بيزنس موديل مثلا الاشتراك اللي هو قائم على السبسكريبشن موديل، ده زي نتفليكس وسبوتيفاي حضرتك بتشترك فيهم، قايمين على الاشتراكات. طب بيزنس موديل اعلانات اللي هو ادفرتايزنج موديل، زي جوجل وفيسبوك ويوتيوب اللي هم بيكسبوا منين؟ من الاعلانات حضرتك. طب بيزنس موديل الوساطه اللي هو البروكريج موديل، بروكريج موديل زي اوبر وكريم كده، العربيات مش بتاعت لا اوبر ولا كريم، هو وسيط ما بينك وما بين الزبون. طب بيزنس موديل البيع بالتجزئه، الريتيل موديل، اكيد من غير ما اتكلم كارفور ومترو وفتح الله. كل بيزنس موديل له مميزات وعيوب وطريقة معينة لتحقيق الربح، بيعتمد على نوع الشغل والسوق المستهدف. لازم حضرتك تبقى فاهم انت مستهدف مين عشان تقدر تجيب منه فلوس.